الخرافة التانية، التبييض يا دكتور بيعمل حساسية وألم مبرح في الأسنان. زي ما قلنا إن من أكتر من 30 سنة كان التبييض ميكانيكي أو صنفرة، فبياكل طبقة المينا، بالتالي أنا بقرب من العصب، بالتالي لازم يعمل حساسية وألم. وزي برضو ما قررنا وأكدنا تاني إن بالهيدروجين بيروكسيد المادة دي دلوقتي بتدخل على المسام تنقي الصبغات والموضوع منتهي، فمنطقيا مش هتعمل أي حساسية ولا أي ألم. الجديد بقى دلوقتي إيه؟ إن مادة الهيدروجين بيروكسيد دي بيضيفوا عليها فوتو انيشيتورز، يعني مستقبلات ضوء، عشان يجي بقى التبييض بالليزر اللي بينزل على مادة الهيدروجين بيروكسيد عشان يسرع مفعولها، يديني تأثير أقوى وبدون أي ألم. وبكده عرفنا إن التبييض ملوش أي علاقة بحساسية الأسنان ولا بالألم. ودي كانت الخرافة الثانية. انتظروا الفيديو الثالث للرد على الخرافة الثالثة عن تبييض الأسنان.